خرج الإعلامي بقناة بي إن سبورتس مجيد بوطمين ليوضح الكثير من المغالطات التي نشرت اليوم حول رد الناخب الوطني جمال بلماضي على الاتحادية الجزائرية. ونشر مجيد بوطمين على صفحته الرسمية على فيسبوك منشورا مطولا أسماه مغالطات في رد بلماضي على الفاف يوضح من خلاله العديد من الأمور. وأكد بوطمين المقيم بقطر والذي له علاقة صداقة مقربة بالمدرب بلماضي أن هذا الأخير يريد مواصلة عقده إلى نهايته لرفع التحدي وقيادة المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2026 كما ينص عليه العقد الموقع مع الفاف بقيادة الرئيس السابق جهيد سفيزف. وأضاف بوطمين أن جمال بلماضي منفتح في إطار الاحترام لجميع الأطراف إلى الجلوس على الطاولة ومناقشة كل الأمور التي تخص المنتخب ومستقبله، كما أن وزير السعادة مستعد حتى لتقليص راتبه ولم يهدد بالذهاب إلى الفيفا كما يشاع عنه. وذهب بوطمين بعيدا حينما أكد أن بلماضي يعي تماما أن هناك حملة لإجباره على الذهاب إلى الفيفا لأخذ مستحقاته حتى يظهر أمام الشعب أنه يريد الأموال فقط، برغم أن هذا حقه لو تتم إقالته. وعاد بوطمين ليؤكد مرة أخرى أن جمال بلماضي ليس ذلك الشخص الذي يفكر في نفسه فقط، بل يغلب دوما مصلحة البلاد على مصلحته الشخصية، وأنه لن يلجأ إلى الفيفا إلا إذا دفع إلى ذلك رغما عنه. ما رأيكم في كل ما قاله مجيد بوطمين اليوم؟ لتوضيح الكثير من الأمور حول ما نشر اليوم بخصوص رد بلماضي على الفاف.